بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايب قلبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأتم صحة يا رب العالمين. فيديو جديد النهارده، هنكمل كده مع بعض الفيديو اللي فات. زي ما قلت لكم هنزل لكم طريقه عمل مربى الفراوله بطريقه سهله وبسيطه ان شاء الله، وهتطلع زي الجاهزه بالظبط بدون اي اضافات، غير اضافات بسيطه جدا جدا من البيت. مش هنشتري اي حاجه من بره. لو انت اول مره بتشوفيني، يا ريت لو تحطي لي لايك وتنزلي تشتركي في القناه، فعلي زر الجرس عشان يوصلك باذن الله كل جديد بنزله. يلا بينا نسمي الله ونجيب معانا اي كميه فراوله انت عايزاها. هنعملها بطريقه بسيطه من غير ما يكون عندك ميزان كمان. هنجيب كده كميه الفراوله اللي احنا عايزينها. جبت 2 كيلو، جبت كيلو، جبت 3، زي ما انت عايزه. ممكن تعملي كميه كبيره. طبعا الفراوله البرطمانات غاليه جدا جدا، فاحنا هنعملها اوفر بكتير من بره. جبت كده الفراوله، قمعتها زي ما بنقول، شلت كده الورديه اللي بتبقى فوق بالقطعه كمان اللي هي بتبقى تحتها دي، اللي بتبقى كده بيضه شويه او لونها كده مصفر شويه. وبدات ان انا شلتها كلها بالسكينه، وغسلت الفراوله كويس جدا جدا جدا. باكد على غسيل الفراوله عشان بيبقى فيها رمل كده، بيبقى فيها حاجات مش نظيفه خالص. فبغسلها مره، ويا ريت لو تعمليها في مصفى وتشيليها يعني مره واثنين وثلاثه لحد ما تتاكدي تماما ان هي بقت نظيفه 100%. بعد كده نيجي بقى للتقطيع. ممكن تقطعيها نصين وتحطيها كده تستوي على النار، وبعدين تضربيها بالهاند بلندر ضربه كده صغيره. ممكن ان انت تبشريها زي ما انا بشرتها كده بالمبشره. ممكن تقطعيها قطع كانك كده بتعملي مثلا سلطه، او بتقطعي زي الخيار كده التقطيعه اللي انت عايزاها. لكن هي عشان كان حجمها حلو معايا، فانا بدات ان انا عملت فيها ايه، بشرتها كده بالمبشره. بتديني بقى في الاخر كده بتبقى بيوريه، بتبقى جميله جدا. بعد كده بقى نيجي بقى لمرحلة السكر، وهي نعرف ازاي العيار بتاعها. بعد بقى ما بتخلصي خالص، تبدأي ان انت لو انت ما عندكيش ميزان او ما انتش عارفة ميزانها من قبل ما تقطعيها، هتعملي ايه؟ هتجيبي كده مج او بولة او اي حاجة تعايري فيها. مثلا عايرتي 4 بولات، هتحطي لهم قد ايه؟ اوعي تحطي 2، مستحيل جدا. طبعا الفراولة بتاعتي كانت مسكرة جدا جدا. هنحط كده مثلا لو 4 مجات هتحطي لهم مج ونص. معايا الفراولة دي كان على الميزان قد ايه؟ كانت كيلو و200 جرام بالظبط. حطت لهم قد ايه؟ حطت لهم 400 جرام سكر. محدش يقول لي ده قليل، الفراولة كانت مسكرة جدا جدا جدا. فانا قلبت كده 400 جرام، وبعدين حطيت معلقة كمان هرمية كده. يعني دي كده كانت من عندي، بنتي كانت ماسكاها فانا فضيتها عليها. بس هي طلع سكرها مظبوط جدا. طبعا لو استغنيت عن المعلقه مفيش مشكله خالص. عملت ايه بقى؟ جبت السكر حطيته على الفراوله بتاعتي بعد ما بشرتها، وبعدين سبتها كده، قلبتها كويس جدا جدا، وسبتها كده في بوله او في حله اللي انت هتشتغلي فيها، مفيش مشكله. سيبيها كده ساعه ساعتين، هتنزل كل الميه اللي فيها، والسكر كمان هيدوب معانا زي ما احنا شايفين. بعد بقى ما سبتها كده حوالي ساعتين، شايفين فيها كمية مية وبس، كان فيها شوية سكر صغيرين. المهم ان انا نزلت كل حاجة في قلب الحلة، وبعدين رفعتها على النار. حطيت لها ايه؟ حطيت لها رشة كده من الفانيليا. هقول لكم دلوقتي الاضافه التانية اللي احنا هنضيفها، اللي هتخليها نفس القوام بتاع بره بالظبط، من غير بقى ما نجيب جيلي ولا نكلف نفسنا. احنا عاملين حاجه بتوفر. مش معقول يعني هجيب كيلو فراوله اروح اجيب له باكو جيلي ب 12 جنيه، لا طبعا. بعد كده بقى هنزل بنص ليمونه بس. لو اي ريم على الوش زي ما انت شايفه كده، ان انا ببدا ان انا اشيله، بتعمل كده ريم ابيض بسيط يا بنت، تبداي تشيليه بالمعلقه. وبعد كده عصرت كده عصرة نص ليمونة بسيطة ومعلقة من عسل الجلوكوز. ده بقى اللي بيديها القوام التحفة اللي انت شايفاه قدامك ده. ان شاء الله في الاخر كده هتشوفي القوام واللون تحفة ما شاء الله. وهسيبها كده اول حاجة على نار عالية، تبدأ ان هي تغلي. بس مجرد ان هي كده تبدأ تدخل في الغليان، هبدأ بقى ان انا اوطي عليها النار. صراحة الفراولة بتاعتي ما كانتش حمرا قوي، لكن اللهم بارك بدون اي اضافات. انا كنت محضرة الازازة بتاعت اللون اللي هو الاحمر الغذائي الطعام الصحي عشان احط منه نقطه، لكن انا ما حطيتش، ولونها كان اللهم بارك زي العسل. هتشوفوها كمان في الاخر. شايفين ده الريم بقى اللي انا طلعته كله. كل كده اما بيظهر حته صغيره ببدا ان انا اطلعها. الفراوله بقى بعد ما طلعت اللون بتاعها اللهم بارك جميل جدا جدا جدا، يعني حاجه كده ما شاء الله، بيوريه ودايبه دوب ما شاء الله عليها، ناعمه كده وبيوريه جميله جدا زي اللي بنشتريها بالظبط من المحلات. شايفين اللهم بارك الطريقة ناجحة مليون في المية. إيه، ما ضفناش جيلي، ما ضفناش حاجات اضافات، كلها كده من البيت. انا عاملة طبعا كمية صغيرة. انا كنت جايبة بس الكمية البسيطة دي عشان للولاد، يعني انا لسه هعمل كمية ان شاء الله بإذن الله اكبر بقى رمضان. حابة بقى تعملي كمية كبيرة
لو هتعملي كميه كبيره يا ريت لو تضيفي لها كده ربع معلقه بسيطه من ملح الليمون، بيديها يعني بيستخدم كده كماده حفظ تقعدها معاكي كتير. لكن انا الكميه البسيطه دي طبعا الولاد برضو فطروا منها، ودولت كانوا البرطمانين مليانين على الاخر بعد بقى ما عبيتها في برطمانات كده محكمه الغرق، وتكون كمان نظيفه كده ومتعقمه كويس جدا جدا. كنت غسلاها كويس وسايباها بقى لما اتعقمت خالص ونشفت خالص ما فيهاش ولا نقطه ميه، ما تحاوليش تخلي فيها ولا نقطه ميه. بتتفرد بقى في العيش كده زي ما انتم شايفين، اللهم بارك كده زي العسل. وده بقى الساندوتش اللي انا كنت عاملاه امبارح مربى بالقشطه، حاجه كده زي العسل. في ناس كتير طبعا قالت لي ان هي يعني بتحبها بنفس الطريقه. لو عجبكم الفيديو حبايب قلبي وعجبكم الطريقه بتاعتي في تفريز المربى والتخزين بتاعها، يا ريت لو تحطي لي لايك وتشيري بقى الفيديو. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم، فيديو بسيط ان شاء الله باذن الله. نتقابل بقى في وصفات اكتر واكتر واقدم لكم افكار اكتر واكتر. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بأتم صحه. رمضان كريم عليكم جميعا، ربنا يا رب يعمر بيوتكم جميعا بالخير. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.